حلوين. النهارده احنا في سيتي سنتر عجمان، وهناخد عندنا فيديو مشتريات جامد، وهنبدا الفيديو مع بعض. يلا بسم الله. يلا حبايبي هنبدا بقى اول فيديو مشتريات على القناه من كارفور. احنا دخلنا عند قسم المخبوزات على طول. هنا ممكن اول حاجه بتقابلنا هنا بقى تشيز كيك، كيك، حاجات بالشوكولاته، حاجات بالفاكهه، على حسب كل واحد وذوقه. تشيز كيك موجود، كل حاجه هنا موجود، كب كيك. يلا يا بنات هنكمل جولتنا في كارفور. حبايبي معايا كده ده كل حاجه هتحتاجيها هتلاقيها. بصوا يا بنات كل حاجه هنا موجوده، حاجات اللي بزعتر واللي على جبنه وكل حاجه موجوده. ده المخبز اللي في كارفور سيتي سنتر عجمان. احنا هنا صراحه هنبدا مشترياتنا من هنا، لان زي ما قلت لكم يومنا سريع يا دوبي على طول، ما بنستناش. فايه الحاجات دي اسهل حاجه لينا صراحه، فدي اول حاجه ببتدي بيها. وادي قسم الفاكهه يا بنات. بصوا بقى يا حلوين، النهارده الفاكهه هي اللي اسعارها تحفه ومعمول عليها اوفر. المفروض الناس تكمل الاكل فاكهه ولا ايه؟ احنا نوفر ونجيب فاكهه، نقضي الاسبوع ده فاكهه كده زي ما انتم شايفين. الاسعار هنا طبعا حلوه تحفه، كله مش غالي. ده الحمضيات، الليمون والبرتقال والمستفندي. ده قسم الخضروات الجاهزه المتقطعه للناس الرايقه. فدي الفاكهه. انا دلوقتي بديكم لقطه، انا مش عارفه اصور معاكم بالظبط صراحه، لاني دلوقتي مهتمه ان انا بالمشتريات، علشان البيت تقريبا عندي فاضي، بقالي شويه ما نزلتش. فدلوقتي بحاول ان انا اظبط الامور عشان البيت فاضي، فانا مضطره ان انا انزل، ونزلت. كرواسون عشان الفطار زي ما انا قلت لكم، اليوم سريع يا دوب بنلحق كده. وده الاكل عشان البيبي طبعا ما استغناش عنه، بقول لكم معايا على طول. فاليوم ايه كله سرعه. وجبت البسكوت ده يا بنات لابني الصغير، هو تحفه صراحه، حلو وفي عناصر كتير حلوه. طبعا انا الحاجات اللي هي بتاعت الكارفور والسوبر ماركت والحاجات دي عامه، الحاجات اللي فيها مواد حافظه مش حلوه كتير، بس انا بحاول على قد ما بقدر صراحه، وربنا يعيننا ويعينكم يا رب. بصوا يا حبايبي كده، انا جبت خوخ، ده خوخ اردني مسمينه الخوخ المسطح، فانا جبت منه، انا بحبه صراحه. وجبنا كرز او كريز على حسب النطق اللي انتوا بتنطقوه في بلدكم. وجبنا فراوله. هكمل معاكم بقيه المشتريات لما يعني واحده واحده كده، ان انا كل نازله كده اعمل لكم جوله سريعه. بصوا كده يا حبايبي، ديت فاكهه تنين، طبعا نزل عليها اوفر، اللي هي ب 13 درهم، 30 فلس. طبعا سعرها حلو، انا مش بحبها صراحه، ابني اللي بيحبها. وهنا بقى المكسرات بقشرها، انا بجيبها متقشره. وهنا ده هو هنا مسميينه خوخ احمر، بس احنا عندنا برقوق فانا ما اعرفش بقى اي فينا بالظبط، كل بلد ونطقها. وهنا في مشمش. وهنا ده الخوخ العادي بتاعنا، والكمثرى. وده تقريبا اللوز الاخضر. بصوا كده يا حبايبي معايا، هبعد لكم التصوير شويه عشان تشوفوه. طبعا هناخد من كل حاجه من دي بوكس عشان انا ما استغناش على الفاكهه عشان الاولاد. بصوا كده يا حبايبي، دخلنا قسم الاجبان. طبعا هنجيب كيري عشان ما نقدرش نزعل الاطفال، لازم. انما ما بكترش جبن صراحه، ما لناش فيها قوي، فلينا في الحاجات اللي هي الجبنه اللي هي القديمه المصري دي، الجبنه الشيدر والموتزاريلا والحاجات ديت، عشان ايه
الاكل بندخلها في الاكل. انا بحاول ما اكترش منها بس يعني بحاول